الماتش ان الاجواء كانت اقوى من الاداء. اجواء المباراه اقوى من الاداء داخل الملعب. متوقع انت ايه؟ يعني كنت متوقع ان يكون الماتش اكثر حماسه واكثر فرص وكده. كان الزمالك متفوق نوعا ما. متوقع مين اللي يكسب؟ لا المباراه دي ما كانش فيها توقع يعني، لكن ما قابلتوش بعض ولا ايه؟ فين؟ دينا كانت متوقعه قالوا انك تتوقعوا انتوا الاثنين. دينا بتقول كل التوقعات يعني قالت في الراديو الزمالك اقرب، وبعد كده غيرت رايها. انا قلت الاهلي هو الاقرب للفوز. ان قلت انا، حتى انا معاك قلت لك الاهلي متفوق نفسيا. صح، فاكر؟ هو الماتش ده الاهلي تفوق نفسيا. الاهلي انا عمري ما شفت الاهلي بالسوء ده بصراحه يعني عمري ما شفت الاهلي مش قادر يبني هجمه، مش قادر يصنع فرصه. يعني وسط الملعب كان سيء للغايه. كان الكره الاهلي بيفقد الكره بسرعه جدا. الزمالك بيستحوذ على الكره الثانيه. الزمالك كان اكتر في الروح. مش غريبه ان الاهلي بالسوء ده يكسب 2-0. ما هو هي كانت نقطه تحول الكره بتاعت مجدي قفشه اللي كان عليها لغط تسلل مش تسلل. الحكم اللاين مان حسبها تسلل، ثم لجأوا للفار حسب الكرة هدف يعني. وهنا عندي علامة استفهام يا كابتن سيف. حاجتين. اول حاجة، كل الاجواء اللي كانت موجودة دي، لكن وقبل كده في كل البطولات اللي اقيمت في المملكة العربية السعودية كان في النظام اللي هو الحراري، اللي هو التسلل اللي هو الاعلى من النظام اللي احنا متبعينه هنا في مصر، اللي هو طبق في كاس العالم يعني. اما حصل نوع الفار، انا دايما عندي يقين ان الفار صادق. يعني الفار بس ما عندكش ولا لقطه فيها مشكله في الماتش ده. بس هنا كابتن سيف سؤال واحد، ليه الصوره ما طلعتش بعد احتساب التسلل؟ طبيعي ان انت لما بتحسب تسلل بتروح مبين للمشاهد اللقطه اللي بتثبت ان الخط وان ده اقرب ومش اقرب. بس كل مختصين اللي اشتغلوا عليها، حتى هنا كابتن احمد شناوي ما اشتغل عليها، كل الناس اللي عملوا الخطوط قالوا ان هي هدف سليم. يعني ما كانش فيها شك من المختصين، مش مني، انا مش ضليع في التحكيم يعني. كابتن سيف اتفضل. يعني انا هفكرك بحاله كده. المختصين هنا برضو يعني كان على فكره المختصين هنا وغير هنا. يعني المره دي كان في مختصين كتير. بيرسي تاو جاب هدف في فاركو. كابتن محمود عاشور دخل على الفار وحسب الكره تسلل. الدنيا قامت والنادي الاهلي طلع بيان، وكابتن احمد شناوي وكابتن سمير عثمان قال لك محمود عاشور حط النقط غلط. بس طلع قرار النقط غلط. طلع القرار في الاخر صح. قرار ايه؟ بتاع عاشور. يعني طلع بعد كده في الاخر ان هو اما اتناقشنا، يعني ما حصل جدال في القصه، طلعت النقط والحاجات بتاعه الفار لازم ما بتتحط صح بتطلع نتيجه طبيعيه. ماشي. ومحمود عاشور قال لك انا حطيت النقط. محمود عاشور انت عندك يعني شك في اللقطه دي يا كابتن سيف؟ هو محمود عاشور ده اللي هو احسن حكم فار في افريقيا، اللي حكم 11 مباراه، قعد سنتين موقوف يا كابتن سيف. انت دلوقتي عندك شك في اللقطه؟ لا ما عنديش شك في اللقطه، بس بعد اذنكم بقى. اتفضل. بعد اذنكم. الفار مش على المزاج. تمام. مش الفار يبقى النقط غلط في لقطه والنقط صح في لقطه وما نتكلمش. ماشي. نطلع بيان هنا وما نطلعش بيان هنا. يعني حاجه غريبه جدا. يعني الفار حلو حلو على الكل. خلاص الفار غلط على الكل. خلاص اتفقنا. الفار حلو على الكل. تمام. لان اللقطه اللي باينه ما تقدرش تدي يقين انها تسلل ولا مش تسلل. ما تقدرش. الفار الوحيد هو اللي يثبت ده. ماشي. تمام. انت دلوقتي قلت جمله كويسه. الاهلي ممكن تكون اسوأ مبارياته. الزمالك كان احسن في كل حاجه. الاهلي كسب 2-0. هي الكوره كده يا كابتن سيف. الكوره دي مش شرط ان انت تكون متفوق عشان تكسب. ومش شرط ان انت تكون. بس في دايما سؤال ليه اجابه. ايه اسباب مكسبي؟ انا ليه كسبت 2-0؟ توفيق. مفيش حاجه في المباراه. انا كنت في الماتش وحضرتك كنت في الماتش. صح. احنا كنا في الماتش. مفيش حاجه تقول ان الاهلي يتفوق. لا في. ايه طيب؟ في العقيده اللي عند لعيبته ان هكسب، حتى وانا وحش واحد، حتى وانا مش فايق هكسب. ماشي. سيبك. الماتش مش هيخلص غير المكسب. كابتن سيبك من العقيده، انا بتكلم على الاداء. انا بص يا كابتن، انا بتكلم على الاداء. اتفرجت على ماتش الاهلي وفيوتشر في السوبر.
ماتش الشوط الثاني ند تمام. في واحد في الاستاد ما يقولش ان الماتش ده رايح لضربات الجزاء؟ خلاص كلنا ناسيين ضربات الجزاء. والسيراميكا نفس القصه قبليها. تمام، يكسب الاهلي 4-2. يعني جونين مش جون واحد. كابتن سيف، احنا بنتكلم، سيبك بقى من العقيده والحاجات دي، انا قلت لك الاهلي بيتفوق نفسيا والكلام ده قبل الماتش، احنا بنتكلم في الماتش الاهلي لم يقدم اي مستوى انا معاك يدل على انه هو يحظى بهذا بس اللقاء. روح لعيبته هنكسب حتى احنا لو مش الماتش كويسين. ده النادي الاهلي ما كانش عنده روح، وكانت الروح عند الزمالك اكتر، اقسم بالله. طب انت شايف ان كان الاهلي عنده روح؟ انا يا كابتن انا فين أنا, طيب؟ أنا ما هقول لك، بس انا شايف ان الزمالك كان افضل، ولكن في قناعه كده، يعني ما فيش قناعه انا هكسب الماتش، ما بروحش كده بالكوره، ما بهاجمش من كل حته ان انا مش هخرج الماتش ده. بتكلم على النيه دلوقتي. أيوة. انا ما بتكلمش على النيه، انا بتكلم على الاداء اللي قدامي. يا كابتن خالد انا في شويه تفاصيل، في اداء قدامي، انا في شويه تفاصيل شفتها. يعني قفشه ده نازل قلب الماتش، بس هو قبل ما ينزل عنده روح وعزيمه، هو بيسخن ونازل مش في الدقيقه 70 ولا في الدقيقه 75 ولا قلب وش ولا مفيش حاجه خالص. مفيش في تفاصيل في الكوره يا كابتن. طب ما انا اقول لك حاجه، اتفضل. امام عاشور كان اسوأ لاعب في الملعب لغايه ما جاب الجول، تمام، وخد مان اوف ذا ماتش عشان جاب جول وعمل جول، صح. طب انا شايف ان المان اوف ذا ماتش من وجهه نظري اللي انا شفته هو مجدي قفشه. طب انا مجدي قفشه لعب 10 دقائق، انا كده امبارح 10 دقائق تلت ساعه، عمل الجول اللي فتح الماتش وجاب الجول اللي خلص الماتش. نمرة 2 مصطفى شوبير. انت شايف فقط مصطفى شوبير. يعني انا بشوف لو ترتيب مجدي قفشه، مصطفى شوبير اللي حافظ على النتيجه، والثالث امام عاشور. امام عاشور انا بديله ليه مان اوف ذا ماتش؟ لانه جاب الجول وعمل جول تاني. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا قهوه الخواجه. دايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره، والخواجه مع كوره لقاء حلو، لقاء فيه متعه، لقاء فيه تفاصيل. الكابتن خالد الغندور مع الكابتن سيف زاهد بيتكلم في تفاصيل مباراه القمه. الزمالك كان مستحوذ بس استحواذ وهمي يا كابتن خالد. انا عايز اقول لك ان الزمالك كان مستحوذ استحواذ وهمي. يعني ايه استحواذ وهمي؟ يعني الزمالك لو كان فضل يلعب لحد تاني يوم ما كانش هيجيب هدف بمنتهى الامان. الزمالك لو كان لعب لحد تاني يوم ما كانش هيجيب هدف. ايه اللي خلص النتيجه 2-0 والاهلي مش في احسن حالاته وهو بيغتنم الفرصه؟ محمد مجدي قفشه لما نزل وقف على الكوره ولعب اللعيبه، وبعدين يعني محمد مجدي قفشه عمل جول وجاب جول، امام عاشور عمل جول وجاب جول. في ضغوطات على امام عاشور اكتر من محمد مجدي قفشه. في امام عاشور وجوده في المكان دوت مكان انطوني بونس او كهربا، فهو الراجل اصلا خط وسط ملعب. لما ياخد يعني لما يتحرك في ظهر مدافعين نادي الزمالك ويبقى ويحط الكوره في الجول وبعد كده ولا يعمل الهدف الثاني، انا بقول امام عاشور مان اوف ذا ماتش بصرف النظر عن محمد مجدي قفشه اللي هو برضه لعيب كبير وبرضه يعني بس الوقت اللي هو نازل فيه والضغوطات اللي على محمد مجدي قفشه تختلف تماما على الضغوطات اللي امام عاشور. ودي وجهات نظر وحلاوه جمال كره القدم، اختلاف وجهات النظر لا يفسد مروءه القضيه. اسمع رايك في الكومنتات. تحياتي احمد الخواجه حبيبي يا خواجه.